اهلا بلطيفه. مرحبا بك مني. مرحبا بك. تفضل مدام. تفضل. مرحبا بك لطيفه في برنامج عندي. ما نقول لك؟ بيك عايش. شنو احوالك؟ لاباس. ظهر مفجوعه شوي. مفجوعة برشا. علاش؟ على خاطر باهي ليدي باهي 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 باهي. من غير ما نفصل لك. استنى ما نسبقوش الاحداث. بالك شي اللي جيت عليه ماهوش هو ولا ماهيش هي، بالك شي حد ما نعرفوش شكون. ما عنديش حتى ما عندكش انت ما حد؟ عنديش حتى فكرة أخرى يعني. اما دخل في الموضوع هذاك في ذهنك حاجه. في ذهني حاجة. لا شوف معايا على شاشه التلفزيون شكون اللي طلبتك وانا اللي طلبك في برنامج عندي ما قلت لك. نظن اللي هو كاين هاك. هو سامحني 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 بابا. سامحني. مروان معي. مروان. اسمي أحمد. مروان. شو اسمك؟ أحمد. أحمد. تشرفي يا أحمد يا ولدي. وبيك. علاش؟ سامحني بابا. علاش مروان قلت؟ أنا مسميته مروان. ها عرفت اسمي مروان. عرفت اسمك مروان. أنا مسميته اسمك مروان. من اللي خزرت له؟ عرفته. عرفته. شبه لي دم. ما تبكيش، جبت راجل راه. ما ربيتوش ولدتو بركة، ما جبت راجل راه. عايشك يا بابا. عايشك يا بابا. سامحني راجل ونص. سامحني يا بابا. مدام كيفاش؟ علاش الوليد هذايا ما ترباش في حضنك هاد 18 سنه هذوما الكل؟ 20 محسوب. 20 محسوب. علاش ما ترباش في حضنك الوليد هذا؟ أنا ما ربيتوش في حضني. كيما نحكي لك القصة أحسن. شو اللي هو باش يعرف؟ أمانة بربي يحكي بجاه رب. خلنا نعرف علاش. خليه يعرف. يعني أنا كي نحكي الوضعية وكل شيء يعني ما تسجلش الكل خاطر أنا باهي. نوع. واحتراما لرغبة السيدة لطيفة مش باش نبث لكم تفاصيل الظروف اللي لزتها باش ما تخليش ولدها عندها واللي كانت ظروف صعيبة برشا. أحمد باب جيت تفركس القناة موجودة ثم اللي يقعد حياته كاملة مقهور ما يعرفش أمه وما يعرفش بوه. سي علي تعبت برشا عاملين إيه هاي ثمرة التعب نتاعك الليلة.
هاو اليوم هاي ثمرة التعب متاعي. ثم بداية، هات نبداو بالمرحلة الأولى، هاي الأم. أحمد يا أحمد يجبك تستوعب بالشوية بالشوية. يا أحمد أحمد وراسك أنت كلنا لهنا في الاستوديو فرحانين، بلاتو كامل فرحانين اللي لقينا لك أمك باش تحضنك لأول مرة وتعوض لك الحنان اللي ما لقيتوش في صغرك الكل. أحمد الليلة باش تقول لأول مرة أمي بالمليان الليلة. أحمد اسكت طبعا. الليلة عن جدارة وبالمليان تقول عندي أصل وفصل. يا أحمد نعم. اسكت يا بابا اسكت، ما عادش نحكي لك يا بابا. ليه احكي لي؟ لا مدام هذا ولدك، شو مازال فما حكاية بعد هذا ولدك؟ ولدي مازالت فما حكاية بعد أنه ولدك لقيته؟ ما عادش فما حكاية، ما عاد حتى شيء تحكي. أنا عندك خويين تبارك الله 4. عندك عائلة أخوات ما اعرفهمش. هاك باش تعرفهم يا أحمد يا أحمد. كنت نتمنى نعرفهم من قبل، كنت نتمنى نعيش معهم يعني. يا خويا هاي فرصة باش تعوض. عمرك 18 سنة شريت من عمرك أنت حتى شيء. ليه ريت برشا سي علي. مازال لك عمر كامل يا خويا، 18 سنة مازلت صغير. لاباس بابا أنت؟ عطاو يتعوض. لاباس أنت؟ لاباس. كل شيء يتعوض يا أحمد وكل شيء يتداوى. هات شوية عزيمة، تكون عزيمتنا قوية، نكونوا قادرين على أنه نستوعب الصدمة من الأول. نعرف أنه الموقف صعيب شوية، فيه صدمة وفيه ارتجاج بين الزوز، بين الأم وولدها، لكن بشوية بشوية نستوعبوها ونحاولوا أنه نفهموا اللي صار الكل بشوية بشوية ونصلحوا اللي يمكن أنه يتصلح ونعاودوا من أول وجديد. ما خسرنا شيء. أما خير ولا بلاش أم؟ أنا أفضل أنك في اللحظة هذه عندك أم ولا ساعة تاني ما عندكش أم؟ ليه توا خير سي علي. هكا ولا عندك تعرف أصلك وفصلك سيدي يا زحمة يا أحمد. نعم سي علي. الليلة عرفت أصلك وفصلك ولا لا؟ عرفت. عندك صدر حنين أمك إن شاء الله تو تعاون تخفف عليك الوجاعة اللي عندها 18 سنة، وإن شاء الله معناتها الأيامات تجيب حاجات باهية. سي علاء أنا باش نحكي لك كل شيء بأني شوف من غير ما نعذبوا حتى واحد. اخزر لي مدام حتى تبدا الامور واضحه، من غير ما تحكي التفاصيل هذيك بعد موضوع اخر. تعطينا الوليد يتقابل معك مع امه وحشته بام الساعه، هو عنده مشكله، عنده نار يلزمها تطفى. امي شكون؟ تصور واحد يقف لهنا في الاستوديو معناتها اي واحد فينا ما يعرفش بوه شكون ولا امه شكون، مصيبه زرقاء، مصيبه. ما ينجمش يستوعب الانسان انه ما عندوش لا اصل لا فصل. احنا نحبوا الوليد هذايا يلموه، انه يطمن انه عنده ام وعنده ابوه وانه يحضر كتعود. ما طالبين حتى شيء يا اخي ما دام يجي بحذايا. تقف يا احمد مدام دون الخوض في التفاصيل. احمد تقف خويا. احمد اقعد يا مدام. أحمد تحس برشا بعد ما سمع تفاصيل الحكاية من عند أمه وتأثر وحاول علاء يهديه. يا أحمد أمك موجودة بحذاك، أنت راجل وسيد الرجال وقوي وقادر أنك تتحمل الصدمة هذه والرجة اللي حصلت لك. أنا متفاهمك ونعرف مدى قسوة الموقف عليك. أنا في بلاصتك ما راعش كيفك. انا عمري 18 سنه. عمرك 18 ما عشتش حتى دقيقه من عمري. في شنو ما 18 سنة في عمر البشر قدام ولد باش يقابل أمه بعد 18 سنة كله يهون. نعرف صعيب عليك الموقف شوي، ما يلزمك تتحمله. انت كان حاب ربي مازالوا لك 50 60 سنة باش تعيشهم يا راجل، احمد ربي واشكره. انك لقيت امك الليلة واعترفت، قالت لك انت ولدي من الضربة الأولى، ما خبيتش ولا نكرت وإلى كذا، لا قالت هذا ولدي وعلى الراس والعين. ونعترف به. هاي نجموا نقفوا. هاي خليك راجل وحدك نحبك تقف. تحية
كبيره ليك. انا باش نقعد هوني. هاي شد روحك شد روحك شد روحك. احمد 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 انا باش نقعد بحذاك خاطر نعتبرك كيما خويا وراجل وسيد الرجال ونعاونك ما يسالش، اما نحبك واقف على ساقيك. مدام نعم. باش نسالك سؤال. نعم. يفتح هذا الستار تعترف به ولدك قدام الناس الكل، يفتح هذا الستار قبل ولدك، نعم ام لا؟ لا سي علا. يا شوق شوق بعد ما تخليش يقرب لحاجه حديد ولا حاجه. الاولاد ما تخليش وحده، خليهوش وحده. عندي شروط سي علا. المفاجأة كانت كبيرة على أحمد اللي ما نجمش يستوعب موقف أمه. حالته النفسية تعكرت وخرج من الاستوديو باش يرتاح شوية. التصوير توقف مدة قصيرة ورجع عليه الاستوديو بعد ما ارتاح أحمد واسترجع وعيه الكامل. هذاك ولدك ولا؟ سامحني، هذاك ولدك ولا؟ تستعرف به اللي هو ولدك ولا؟ جاوبني على السؤال، تستعرف به؟ معترفة به اللي هو ولدك ولا؟ هو قال انت مستعرفة به اللي انت مدام ما تهبلنيش عاد. مدام استعرفت به اللي هو ولدك ولا شو باش تكذب فيا؟ عاد انا نسمع فيك بعيني. اللي هو ولدي. ايه تجي تقول ما علاش ما تحلش الستار؟ علاش ما نحلش؟ انا ولادي ما في بالهمش. الحكايه انا كيفاش نحكيها لك من الاول تحب. ما علاش استعرفت به يا مدام؟ ولادي ما في بالهمش اللي هم عندهم خو، يعني فهمت كيفاش؟ هاي الحكايه كيفاش؟ انا كي نقول لهم عليه ما هنا لعبنا باعصابه الطفل. كي نقول لهم انا هنا الطفل لعبنا باعصابه. نستعرفوا بك انت ولدي ومن بعد يجي نحل الستار. لا ما نحلش الستار. انا في بلاصته نهبل. ما عمرها ما صارت. هذه في برنامج عندي ما نقول لك التلاعب بالمشاعر هذا والتلاعب بالحاله النفسيه اللي صار كيما الليله ما عمري ما ريته. تقول له ايه يا ولدي؟ سامحني انا تفاجئنا الناس الكل تقول له انت ولدي وتبكي ودخت وحالتك علينا حل الستار. انا كنت استنى عليك. انا بديت تصدمت ما نكذبش. يا مدام خايفه من ولادي. انا قلت لك هذا ولدك، قلت لي ايه؟ قلت لك حل عليه الستار، قلت لي لا. خايفه من ولادي يسمعوا كل شيء. والطفل فما جانب من الانانيه لهنا. هاو باش ندخلوه توا يا مدام، ما تحشمناش معاه مره اخرى. اوكي. شوقي رجع لك شاهد العقل وقت اللي خممت في الناس كي باش تروح ايش باش يقولوا لك، لكن هذا ما عنده حتى دخل في حلال الستار. هذه اللي ما حبيتش تفهموا انت. انا مش فاهمك. انا مش فاهمك. عارفك ماكش فهمته، ماني عارفك انا عارف. به انا بديت تصدم. اقف بحذاك يسالش يا شوقي. شوف لنا احمد وين. يا احمد فما سوء تفاهم، امك فهمت بالغلط. احمد اسمعني، اتفق. لا باش تقابل امك خويا. باش تحد لي انا ما نحبش نقابلها تو. شنو هو تو عاد؟ مادام ما تحبس علاش فهمت بالغلط المراه. فما ما فهمت بالغلط الموضوع. كنت متشوق باش نراه. حميدو اقف بحذايا، نعرفك راجل وسيد الرجال. هاي باش تبوس امك عاد. عاد شد روحك. احمد تصفيقه كبيره عليك مدام. يفتح هذا الستار مدام، نعم ام لا؟ نعم. يفتح الستار. نقط يا أحمد، نقط.